اولا اهلا بيكي وتيجي وتنوري. حاجه كويسه جدا على فكره، لان التعليم هنا واخد حقه، يعني له قيمه كده. عايزه اقول لك بس على حاجه، ان انت عشان تشتغلي هنا في مدرسه خاصه او حتى في بعض المدارس الحكومي محتاجه ان انت معاكي رخصه بالتدريس، لايسنس من الولايه اللي هتعيشي فيها. فانت لو لسه جايه في الاول ولسه بتجهزي اوراقك ولسه الامور يعني مش ما وصلتيش للحته دي، في مجالات تقدري تشتغلي بيها قريبه جدا من مجال شغلك ده. انك تقدري تشتغلي مثلا في حضانه، داي كير، تقدري تشتغلي مثلا اسيستنت تيتشر، مساعد مدرس. ممكن مثلا تشتغلي مراكز ثقافيه خاصه، او حتى في المدارس اللي هي خاصه بتاع الجاليه بيبقوا عايزين ناس بتتكلم عربي او ناس ماده عربي. مش عايزه اقولك كمان عن الاونلاين. اهم حاجه تحددي الولايه اللي انت هتقعدي فيها، تشوفي شروط الحصول على الرخصه والشروط المعادله ايه، وتمشي في اجراءاتها على طول. وبالتوفيق وتيجي بالسلامه.